هلوز، عاملين ايه؟ السلام عليكم. اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الخامسه من سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. نخش في الحلقه. حلقه النهارده عن لاعب كلنا بننتقد الارقام والاحصائيات بتاعته. تنويه مهم جدا. اللاعب اللي هنتكلم عنه النهارده له كامل الاحترام والتقدير مننا، لكن هنا في الحلقه بنتكلم عن احصائيات وارقام بس. لاعب بيلعب مباراه مثلا او اتنين حلوين كل موسم ويرجع مستواه ينزل. لاعب للاسف تعبت جدا وانا بدور على تاريخ واحصائيات وارقام ليه. ده حتى الاهداف اللي سجلها تعبت وانا بدور عليها. شيء محبط للاسف، وارقام او امكانيات لا تليق بلاعب في النادي الاهلي، او لاعب كمان نشأ في النادي الاهلي واصبح دلوقتي عمره 27 سنه. ايوه، هو محمد هاني. اولا محمد هاني له كامل الاحترام والتقدير مننا كشخصه، لانه لاعب محترم وملتزم. ما سمعناش في يوم انه عمل مشكله او اتسبب في مشكله، ولا سمعنا عنه اي حاجه وحشه. بالعكس، هو شخص محترم متربي ابن ناس، وفوق ده كله غيور على تيشيرت النادي الاهلي وبيعشق الاهلي. ما قلناش حاجه، لكن انا هنا بجيب ارقام واحصائيات. الاسم محمد هاني جمال الدمرداش، مواليد 25 1 1996، عنده 27 سنه، من القاهره. النشأة: هاني من ناشئين النادي الاهلي. هاني لعب مع الناشئين من 2005 ل 2014، وتم تصعيده للفريق الاول في 2014. كان سنه حوالي 18 سنه. ندخل بقى على ارقامه واحصائياته مع النادي الاهلي. هاني لعب مع الاهلي 290 مباراه، رقم كبير جدا. حصل فيهم على 37 انذار وكارت احمر واحد، كان في المباراه الافريقي في الكونفدراليه 2015. في ال 290 مباراه دول سجل 4 اهداف وصنع 21 هدف. صدمه كبيره، وارقام للاسف لا تليق بلاعب في النادي الاهلي. نقسم المباريات والاهداف. هاني لعب مع الاهلي في الدوري 177 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 13 هدف. الثلاث اهداف اللي سجلهم: هدف في النصر 2017، وهدف في الداخليه 2018، وهدف في انبي في 2019، بمعدل كل موسم هدف. ولعب مع الاهلي في افريقيا 70 مباراه، صنع 4 اهداف. ولعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه 10 مباريات، سجل هدف في مونتيري المكسيكي. لعب مع الاهلي مباراتين سوبر افريقيا، ولعب في كاس مصر 43 مباراه، صنع 4 اهداف. ولعب في كاس الرابطه مباراه، وفي الكونفدراليه مباراتين، وفي السوبر المصري 5 مباريات. البطولات: هاني يعتبر حاليا اكتر لاعب حصل مع الاهلي على بطولات، برصيد 21 بطوله: 6 دوري، و6 سوبر محلي، و3 افريقيا، و2 سوبر افريقي، و1 كونفدراليه، زائد 3 كاس مصر، غير 2 برونزيه كاس عالم. ارقام للاسف ضعيفه جدا 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 على لاعب في النادي الاهلي، بل نشأ في النادي الاهلي واصبح عمره 27 سنه، ولعب مع الاهلي ما يقارب ال 300 مباراه. السر هنا بقى فين؟ هاني لسه مستمر بقى المده دي كلها مع الاهلي ليه؟ نيابه عن ايه؟ مثلا محمد هاني جه في موسم من المواسم اللي فاتت وطلع اعاره، او اتباع، ولما تحسن مستواه رجع تاني للاهلي، زي ما لعيبه كتير حصل معاها كده. السر هنا فين؟ لاعب محترم لكن عليه علامات استفهام كبيره على ادائه. نتمنى انه يراجع نفسه، ونتمنى برضه ان الاداره تراجع نفسها ويكون في نظره للحالات اللي زي دي. واخيرا، وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش علينا بلايك وشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.